السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم معايا فيديو جديد واقتراح جديد. عندك اختي اقل من 20 درهم غنوجد معكم هاد الملفاي اللي كتجي رائعه شكلا ومذاقا. ملفاي بدون عجن ولا توريق، ساهله ماهله، درتها لكم اخواتي غير بالبسكوي. ما نقولش لكم البنات كتجي خطيره شكلا ومذاقا. يعني الا شتي هاد الملفاي هادي وما عرفتيش ان مصور بسكوي غتحلفي عليها انها ديال المحلات الكبرى، وبطريقه اللي ساهله ومبسطه اللي غتشوفوا معايا دابا. غير الله يجازيكم بخير. الى عجبكم هذا الفيديو كثروا لي من اللايكات ديالكم وتشجيعاتكم كتفرحني، وشوفوا معايا البنات الطريقه اللي ساهله. غير 6 ديال البسكويت تاع درهم ونسيطروا الحليب، وواحد جوج معالق النشا وفلان ديال درهم، يعني اقل من 18 درهم غنحسبها معاكم ان شاء الله. غادي توجدوا تبارك الله هاد الملفاي هادي اللي كتجي خطيره رائعه. توجدوها هكا لوليداتكم. جي عندكم شي ضياف الغفله ما كاين ما اسهل وابسط منها. كنتمنى من الاخوات اللي يطلبوا مني شي وصفه اقتصاديه وفي المتناول وتكون سهله وسريعه. جبت لكم البنات هاد الملفاي اللي كتجي كتحمق، ما كاينش اللي ما كيشوفها في التصويره. الا ما قلتش يعني ما تذوقش البسكوي من بعيد كتبان كانها ديال المخابز الكبرى، كانها بلا بات فيتي. وكما خدمتها معكم غير بالبسكوي. نمشيو على بركه الله للمقادير. المهم هنا اخواتي عندي هنايا استفت في الاطار ديالي باكيه ونص، يعني المجموع كل طبقه فيها 12 قطعه، يعني باكيه ونص في الطبقه. انا درت 4 طبقات، كيبقى لكم نتوما الاختيار، ديروا 2 طبقات، ديروا 3، ديروا 4، 5 اكثر لكم الاختيار. المهم هنايا خديت البسكوي ديال درهم وريته لكم. هنا درت باكيه ونص، راه النص باقي في الساشيه الاخرى. هنا عندي 2 معالق كبار عامرين ديال الكريم باتيسير، مستحضر الكريم باتيسير. وعندي واحد الفلان هذا اختياري، ممكن ديروه ما ديروش. وعندي 2 معالق كبار ديال السكر، انا ما كنبغيش حلوه بزاف، ممكن ديروا 2 او ديروا 3. هنا في واحد الاناء غادي ندير السكر والفلان والكريم باتيسير، كنخلطهم هكا النواشف وغنضيف ليهم الحليب وانا كنواصل الخلط. صراحه كنتمنى تجربوها، راه اللي شافت شي اخوات بارطاجيتها مع واحد قبل ما نحطها في القناه، كل ما وريتهمش لقطه من فيديو انا مخدومه ببسكوي ما غاديش يتيقوا نهائيا. قالت لي كتبان بحال ديال المخابز الكبرى وكتجي تبارك الله طبقات متساويه. وكما كتعرفوا البنات هنا البسكوي راه الكريمه سخونه، يعني كنخدموا بها، والبسكوي راه هو كيرطاب مع ديك الكريمه سخونه، ما كنسقيو لا بالحليب لا حتى شي حاجه. وهذا البسكوي ديال درهم راه معروفه البنات كيكون فيه 8 القطع. انا كل طبقه درت فيها 12 قطعه، يعني درت دوك 8 القطع ونص ديال الباكيه الثانيه، يعني كل باكيه ونص في واحد الطبقه. يعني المجموع درت 4 طبقات ديال البسكوي. كنبقى غاده بديك الكريمه اللي هي سخونه. الطبقه ديال الكريمه كتكون متساويه تقريبا. كندير واحد 4 معالق كبار عامرين ديال الكريم باتيسير اللي نكتها بفلان كراميل، كندير البسكوي اللي هي 8 القطع، وكنبقى غاده بنفس الطريقه. وبالنسبه للبنات اللي بغيت نقول لكم بالنسبه لهذا هنا البسكوي البنات كنقلبوا باش كتجي دوك الطبقات متساويين، حتى ملي ندير داك الشكلاط ما يجيش هذيك الحروشيه ديال داك البسكوي داك الرشمه اللي فيه، يجي داك الشكلاط هكا من الفوق مقاد. صافي هنايا كندير الطبقه الاخيره ديال الكريم باتيسير صافي، وكنحاول نقادها هكا. بالنسبه للبنات هانتوما البسكوي 6 دراهم، يعني معروف درهم الواحد. الكريم باتيسير خدينا غير 2 معالق، يعني راه تبارك الله راه فيها الخير والبركه. غادي نحسبوا لهم 2 دراهم، يعني عندي هنايا ولات عندنا 8 دراهم. السنيده غادي نديرو رابعه، كاع نديرو حنايا درهم ونص رابعه، يعني ولات عندنا دابا قول 8 دراهم ونص ياك. وغادي نزيدو عليها نسيطره الحليب اللي هي 5 دراهم، اولا ديروا حليب عادي سميتو، يعني اقل من 20 درهم البنات اللي حسبتوا ليها. الشوكولات الابيض راه فيها غير 3 دراهم، الشوكولات الابيض ودرهم الشوكولات الاسود. صافي هنا البنات بعد ما درت الطبقه الاولى والكريمه الثانيه والكريمه الثالثه، الرابعه ما كنديرش الكريمه اللي غندير فيها الشوكولا دائبه. هنا خديت البنات واحد 3 دراهم الشوكولات الابيض، ذوبته راه شاط ليا مازال من واحد شويه، ما درتوش كامل. ذوبته درت مع الزيت. علاش البنات ذوبته درت مع الزيت؟ باش ملي نقطع هاد القطع ديال هاد الملفاي ما كيتهرسش لينا داك الشوكولات. صافي البنات وغادي ندير غير 5 القطع ولا 6 قطع ديال الشوكولات كحل. بنفس الوقت كندوبوا الشوكولات دقه وحده، يعني انا كندير هذوك الزليفات في واحد المقيلات هكا، ندير فيهم واحد الماء هكا غليان باش كيذوبوا ليا دقه وحده. كندوب الشوكولات كحل والابيض. وهاد العمليه ديال التزيين الرخامي، يعني كي كنكبوا داك الشوكولات دائب الابيض غادي ندير فوق منه الشوكولات الكحل. هنا كديروا البلاستيك عادي وديروا واحد الثقب، او كديروا هاد بوجو طابله دائما كنشارككم به. كيطيح ليا انا اقل من 10 ريال. صافي قولوا لي البنات واش عجبتكم
هاد الملفاي هادي، واش تشهيتوا، واش تبغيو تجربوها، واش جاتكم فكرة رائعة ومبتكرة. يعني هادي غادي تشوفوها، غادي تلقاوها تقريبا أول وحدة كديرها في القناة بهاد الفينيسيون، بهاد الطريقة هادي وبهاد الاقتصاد. كما عودتكم دائما كنحاول دائما نجيب لكم كل ما هو سهل وبسيط واقتصادي. يعني يجي عندك شي ضيف، تشهيتي شي حاجة حلوة مع كويز تاتاي، كويز القهوة، كاس العصير، ما كاين ما أبسط وأسهل وألذ من هاد الملفاي، بالخصوص البنات ملي كتبرد على خاطرها وداك البسكوي كيرطب بديك الكريم، وديك الكريمه كتجي منعشه، وديك طبقه الشوكولا. واحد المزيج اللي رائع رائع. وكما قلت لكم الشوكولات لا الكحل ولا الابيض ديروا فيه الزيت باش ما كيجيش قاصح هكا، وكتقطعوه وكيجي حتى في الماكله ديالو زوين. صافي البنات، هنايا درت داك التزيين الرخامي كما شفتوا معايا في الفيديو بواحد العود ديال الشواء. وهنايا كان يعني بهذوك الخطوط كان يعني عوض كنجر واحد وندي واحد، كنزقل واحد راه ما عرفتش كيف بديك نزقل. خرجت هاد الكلمه ما غاديش نحيدها. اللي بغى يعاتب يعاتب، واللي اللي كيعجبو وصفاتي راه غادي ياخذها صدر رحب. صافي هادشي اللي كاين البنات. ها نتوما بعد ما زين داك التزيين كيما شفتوا معايا في الفيديو، غادي نخلي تنشف داك الشوكولا، غادي ندخلها الثلاجه تبرد حتى تبرد، تنحسوا بها على الاقل واحد ساعتين حتى كنحسوا داك البسكوي انه رطب. ديك الكريمه وديك الكريمه شدات راسها، عاد نقطعوها. انا البنات خديت هنايا الكيتور، هذا الكيتور ديال درهم، خديت غير لاما ديالو. غتمشي عند اي دروغلي قولي عطيني الكيتور، الا خديتي كيتور بلاما كان احسن. انا يعني تهرس ليا الكيتور، خديت غير لاما بدرهم، كنقطع الجوانب وعاد غادي نقطع ان شاء الله هاد الملفاي ديالي. انا عطاتني البنات 8 ديال القطع، نتوما قطعتوها صغيره تعطيكم حتى 10 ديال القطع. وشوفوا معايا تبارك الله هاد الكميه هادي وهاد الاقتصاد واش كاين ابسط واسهل منه. اللي بغات ديرها حتى كمشروع هكايا تخدمها كتحليات هكا، شي حد يجي عنده شي ضيف ولا هادي تخدمها راه تبارك الله تخرج هادي ب 40 درهم، راه فيها الخير والبركه. يعني خسرتي بها 20 درهم تربحي بها 20 درهم، الله يجعل البركه. شي حاجه اللي اقتصاديه ورائعه وسهله جدا. هنا البنات ممكن تعبروا او تقطعوا كما بغيتوا، كيبقى لكم الاختيار. صراحه كنتمنى من كل قلبي ان هاد الملفاي تعجبكم وتجربوها. علاش عاود رجعت السيركله البنات باش كتبقى قابطه راسها، يعني ما تهرسوا لي لا جوانب لا والو. صافي كنقطع على 4 ونعاود نقطع من الوسط باش تعطيني 8 ديال القطع. كما قلت لكم الا قطعتو صغار تعطيكم حتى 10 ديال القطع. صافي البنات شوفوا تبارك الله. هنا بغيت نوريكم راه ما شاء الله. شوفوا هذوك الطبقات كيجيو متساويين. ديك كريمه ما غاديش نوصف لكم، انا غادي نصور لكم ان شاء الله في الاضاءه ديال سيدي ربي. اما البوله راه ما كيعطيش الحق صراحه، ما كاين ما احسن الضو ديال سيدي ربي. والحمد لله على هذا الشيء واللي رحمنا به الله. الحمد لله والشكر لله. الله العظيم ربي مازال رحمته كتنزل، ولله الشكر. الله يعطينا لقد نفع. شوفوا تبارك الله الناس دوك الطبقات كيجيو متساويين. ديك الكريمه هي هذيك داك الشيء على حقه وطريقه. تحليه راقيه يعني الا ما شتيهاش البنات انها مخدومه ببسكويت تحلفي على ديال المخابز الكبرى. شوفوا معايا كتجي كتحمق رائعه رائعه جدا. واحد الملفاي اللي غادي توجديها لضيافك او وليداتك بوجهك احمر، شي حاجه اللي رائعه ما كاين لا ما نجحش معايا لا بات فيتي او لا تحتاج الوقت او لا مجهود ولا مصروف، اقتصاديه في المتناول غتوجدها ان شاء الله. وبغيت نذكركم هنا اخواتي ببعض من الوصفات المعسلات اللي شاركتكم بهم في القناه اللي اول مره يعني كنلتحق بقناتي وبغى يتعرف على المعسلات اللي حطيتهم. مازال ان شاء الله غادي نجيب لكم عده وصفات اقتصاديه في المتناول، منهم هذه الحلوه هذه اللي بدون فرن، يعني غير عفوا اللي بدون عجن، غير برقه البسطيله. هذا البابيون هذه بمذاق الشباكيه. حلوه الغراب بلا غراب اللي كتجي رائعه رائعه جدا، محبوبات الجماهير. لسان الطير اللي كيجي راقي ومميز كذلك من السم مذاق الشباكيه. وهذه الحلوه هذه على شكل ورده اللي غتشوفوا معايا دابا كذلك. حلويات رائعه، معسلات اقتصاديه في المتناول. ودائما اخواتي كنخدم معكم غير بربعه ديال الدقيق باش تكون اي وحده بغات تجرب شي وصفه ما تعقلش عليها. وهكا حتى اللي بغات تنوع في المعسلات تبغي تقسم المكونات وما كتعرفش، كنجيب لكم انا السهل البسيط الاقتصادي. كنتمنى اخواتي لا هاد الرغيفه ولا هاد القراوش اللي بلا ماكينه كلهم يعجبوكم. ما تنساونيش من تشجيعاتكم، وخليوا لي في التعليق بحال شي وصفات اللي تبغيو، وغادي نقول لكم تلاقاو ان شاء الله باذن الله فيديو جديد.